مازال اللي كنت تسمي فيهم لقجع وجماعته مازالهم يسيبليو اونكور لالجيري وما يتمناوش انه لالجيري تروح كون دايرينها البعض او دايرينها اليوم العالم راهي غير كرة قدم مستطيل اخضر، ونجو حنا في بعض البلاطوهات ولا حنا في الجزائر نتباهاو بما يقوم به هذا الشخص الذي يعتبره بالله بكل لا اجد له حتى المصطلحات، الذي يفعل مثل هكذا مكائد والاغراض خبيثه. اقول اغراض خبيثه، ونحن نتباهى به ونتباهى بانه يعرف الكولسه ونتباهى بانه يخدم لبلده. من حقه، هذا امر عادي، هذا امر عادي، ولكن لازم تعرفوا بلي اليوم كره القدم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كنتمنى كلشي يكون بخير وعلى خير، ومرحبا بكم في هذا الفيديو. خوتي في هذا الفيديو غنشوفوا الجنون الهبال الحمق ديال الرباعه ديال الكابرانات، الذباب الالكتروني ديال الكراغله، قبل البدايه ديال كاس افريقيا اللي كاين حاليا في كوت ديفوار. الناس جاهم واحد الهبال، السعار، الناس جاتهم الجعره. القجع قال لك غادي يدير لنا شي حاجه في كاس افريقيا، غادي يدير الكولاسه تحت الطابله هادي كذا. من هنا خصنا نديرو الحيطه والحضار، لحقاش راه شحال من حاجه وقعت لينا وسببها غير الكولاسه والقجع والرباعه ديالو والحاشيه ديالو. المهم هاد الناس جهلوا، حنا نتفرجوا فيهم ونضحكوا كيف ديما، ولكن الكلام ديالهم دخل من هنا ويخرج من هنا، لحقاش كنضحكوا بهم. الفكاهه ديالهم فهمتي، الفكاهه الكرغوليه ديالهم كنشدوا بها في السون، حنا غنشطوا صافي. المهم خوتي خليكم مع هذا الفيديو، شوف هاد الرباعه ديال الحمق اش تيقولوا، خلونا الاراء ديالكم في التعاليق، وما تنساوش الخوت ديرنا لايك الفيديو، بارطاجيو معنا الفيديو باش يوصل كاع المغاربه. يلا خوتي نضحكوا واحد شويه على هاد الرباعه ديال الحمق. نتلاقاو في نهايه الفيديو. واقصاء اللاعبين الجزائريين على شكل رياض محرز، واقصاء المنتخب الوطني الجزائري الذي لم ينهزم طيله او في اي مباراه سنه 2023، واقصاء اتحاد الجزائر الذي توج بكاس افريقيا الكاف وتوج بكاس السوبر الافريقي ضد العملاق الاهلي المصري. هل هذه العوامل واقصائنا واقصاء الجزائر من هذا المحفل الكروي الافريقي والجوائز الافريقيه هو ايضا له صله وعلاقه بالتحكيم، له صله وعلاقه بالكولسه، له صله وعلاقه بزعزعه الجزائر، بزعزعه المنتخب الوطني، وبزعزعه كل ما له صله وعلاقه بالجزائر في ظل اقول النوايا الخبيثه، اقول النوايا الخبيثه لفوز القجع واتباعه. هذا السؤال الذي نطرحه طبعا في كل مره. قد نجهز المنتخب الوطني وقد نملك احسن تشكيله، او الجيل يعتبر من احسن الاجيال التي مرت على المنتخب الوطني، وقد تتوفر كل الامكانات، وقد نتاهل الى الدور القادم ونصل ربما حتى الى المربع الذهبي، ولكن ربما قد نصطدم بكولسه وقد نصطدم بنوايا خبيثه، في ظل ان الكاف اضحى اليوم رهينه بين ايدي الاقجع واتباعه. بكل صراحه سي جمال بسعودان، اليوم لابد ان ندق ناقوس الخطر. تكلمنا عن الجانب الفني، اي نعم، الجانب التكتيكي نعم، تكلمنا على التحضير على كل الظروف المواتيه لان نكون في احسن الظروف في بواكي، ولكن ما لازمش ننسى اننا امام كولسه خبيثه وامام نوايا خبيثه للقجع واتباعه، في ظل الامر لا يتعلق بلعبه كره القدم يا ناس، الامر له صله وعلاقه بجانب سياسي وحتى سياسي. تعليقك. شوف سي كامل، نعود لا ديسكاليفيكاسيون دو لالجيري من لا كوب دي موند. اليوم وشهد شاهد من اهله، حسين حنايه صحفي متقاعد في المغرب وله الشجاعه وهو في المغرب، يتهم لقجع والناصري على اساس انه كانوا قائمين ومهتمين بريزون شارج توتال تاع قسمه وعائلته منذ سنين في المغرب. صحيح. ناصري اللي اليوم راه موقوف في داخل السجون، يقول هذا الصحفي انه الكره في المغرب راهي تتفينونسا من الاموال
هو يقول انا شاهد منه تتفرنسا من دراهم لا دروغ، ويقول ويذهب ابعد من ذلك ويقول ان الجزائر اقصيت بهذه الطريقه. معناها جمال بن ماضي عندما قال على غوساما انك انت اللي ذبحتنا كان على حق، واليوم يشهدوا على اساس لا لما عفوا المقاطعه خليك تكمل. لما تكلمنا في قضيه قسامه البعض اراد ان يقول باننا قدمنا وبعنا الاوهام. انا لم ابيع الاوهام، انا في قناه محترمه واعرف ما معنى الاعلام، واعرف ماذا يعني الخبر الذي هو مقدس عندما توصل معلومه او تصل بمعلومه الى المتلقي وللمشاهد. انا كنت ادافع عن قضيه. انا الاعلام اللي نعرفه اعلام عصام سعودي، اعلام الاذاعه السريه، اعلام الثوره التحريريه، اعلام عبد الحميد بن باديس، واعلام انا ذاك تعبئه الشعب الجزائري. انا الاعلام اللي نعرفه يدافع على بلاده ظالمه او مظلومه. تكلمنا على الجانب التقني وبالماضي غلط والتغييرات وعدم نقص التركيز، ولكن انا ذاك كنا ندافع عن قضيه لا اقل ولا اكثر. تفضل سي مسعودان. اذا كل هذه الشهادات تصف الكلام نتاعك على اساس اننا بالجانب التقني والجانب اللوجستي والجانب البدني وكل الجوانب الحمد لله انها من الفرق قليله جدا اللي عندها الامكانيات اللي تتوفر بها الفريق الوطني من طائرات، من نقل، من امكانيات. في النوايا الخبيثه في الكون. النوايا انا قلت يعني لا ستادير تو سولا سون بور اوتون نيجليجي النقطة السوداء اللي هي التحكيم اللي كان دائما وابدا جمال بن ماضي يشتكي منها، وكانوا يقولوا له باللي انت ريع ترونكي سوني با لاربيتراج. انا اليوم نقول مازال اللي كنت تسمي فيهم لقجع وجماعته مازالهم يسيبليو اونكور لالجيري وما يتمناوش انه لالجيري تروح شكون دايرينها البعض او دايرينها اليوم. العالم راهي غير كرة قدم مستطيل اخضر، ونجوحنا في بعض البلاطوهات ولا احنا في الجزائر نتباهوا بما يقوم به هذا الشخص الذي يعتبره بالله بكل لا اجد له حتى المصطلحات الذي يفعل مثل هكذا مكائد والاغراض خبيثه. اقول اغراض خبيثه، ونحن نتباهى به ونتباهى بانه يعرف الكولسه ونتباهى بانه بانه يخدم لبلده. من حقه، هذا امر عادي، هذا امر عادي، ولكن لازم تعرفوا بلي اليوم كرة القدم عندها ابعاد اخرى حتى باستقرار البلد. القضيه مش قضيه مستطيل اخضر وبالماضي ضعيف ولا بالماضي عيان. مراد صادق من منجم محمد. على كل حال انا نقدر نستخلصها في جمله، ما دامنا رانا نساند في القضيه الفلسطينيه نبقى توجور هذا المشكل هذا. ولكن كي نرجعها من الشق الرياضي، كنت تكلمت من مفاتيح النجاح هو الاستقرار. انا تمنيت تكون الفيدراليه تكون عندها استقرار كي الفريق الوطني من عهد خير الدين زيتشي ولا في وقت خاصة في وقت عمارة شرف الدين عمارة. أنا تمنيت كان الاستقرار باسكو مثل هذه كما يقول لك الكولسة والأعمال هذه الخبيثة تحاربها بالنجاح. كي تنجح في الميدان الناس كل تصفق لك. كي ربحنا كأس إفريقيا في مصر كل الفرق لعبنا مع المكسيك، لعبنا مع كولومبيا، كل الفرق اللي ولو هما يطلبوا انهم يلعبوا ضد الجزائر. دونك حنا لازم نستخلصوا الدرس ويكون استقرار في الفيدراليه برئيسها باعضائها باش حتى هما كي يخطئوا يصلحوا والنتيجه تكون في الميدان. والكره الجزائريه مادام كان منشات كل شيء تبعها ان شاء الله. حول الكولسه، حول النوايا الخبيثه. كلمه الكولسه عندما نقوم بشيء خفي يعني تحت الطاوله، لكن الان هي حرب معلنه. هي حرب معلنة على الجزائر من جميع العالم، سياسيا عسكريا، يعني حرب معلنة على الجزائر لأننا نساند القضية الفلسطينية كما قال الأخ مراد. نزيد يعني نروح لأبعد من ذلك، أنه إقصاء رياض محرز والمنتخب الوطني وجمال بالماضي واتحاد الجزائر وعبد الحق بن شيخة واللاعب اللي سجل من أحسن الأهداف واسمه جون شيبي بوسليو.
لا قضيه العاصمة. بوسليه مع اتحاد العاصمه يعني تنحى من القائمه تاع أحسن هدف. احسن هدف. نظن بلي يعني كان مدروسه الحفل يجرى في مراكش، مستحيل الجزائر او العلم الجزائري يرفع في بلدهم، لهذا تم التخطيط لكل شيء من اجل ابعاد الجزائر نهائيا، رغم أن الامور واضحه، والتي فضحت الامور هي رياض محرز واتحاد العاصمه. ولكن هنا السؤال المطروح، أين هي الفيفا وأين هي الكاف؟ أن العالم كامل يعلم بهذا اللوبي اليهودي اليوم كان كمال يتكلم في كل يوم في غزة ولا حتى حرك. لا لا لا, لا هذا لا يعني أننا نبقى، هذا لا يعني أننا نبقى مكتوفي الأيدي، هذا لا يعني أنه قوي علي أو أنني. احنا كنا شيخ كمال، احنا كنا ضعاف. احنا كنا ضعاف امام هذا اللاعب وهذه الكولسه. علاش كنا ضعاف؟ نقول لك انا لماذا كنا ضعاف؟ لانه الجزائري كان يبيع الجزائري. يعني اي رئيس اتحاديه كان يجي قال هذا ما كانش يمشي معايا، ما يمثلنيش بارك الله فيك. بارك الله فيك. كانت رئيس يعني تتدخل. من قال لك ان تتخذ قرار بابعاد فلان وعلان؟ شكون عطى لك هذه السلطه هذه؟ تجي انت كرئيس اتحاديه باسكو ما تفهمش مع اللي كان مع روروه، ونهار تجي انت باسكو ما تتفاهمش مع اللي كان مع زتشي، ونهار يجي زفزاف باسكو ما كانش يتفاهم مع اللي كان مع شرف الدين عماره. الى ان نحن دايبون بعد يا كمال الناس رؤساء تهاوشوا سبحان الله العلي العظيم. وحنا قلنا دائما وابدا يجي رئيس بون نتمنى انه يطبقها سي وليد صادي، نتمنى له كل النجاح على كل حال. لا قال أنا يدي ممدودة للجميع. نعم لازم تكون يدك ممدودة للجميع. والذين مروا على الفيدرالية، رؤساء الفيدرالية، بلا مزيتك تخدم مصلحة الجزائر، بلا مزيتك تجي وتخدم. إذا كانت شفت أنت أنه يكولس للجزائر لازم تخدم وتدافع عن الجزائر. يعني يروح قضية يقول لك أين هي الفيفا؟ الفيفا تتحرك وتعلن في القنوات في كل شيء من أجل حرب أوكرانيا والدفاع عن أوكرانيا. لماذا أوكرانيا؟ وعندما يتعلق الأمر بغزة وفلسطين، ولا تنديد حتى على التيفو الذي قام به أنصار مولودية الجزائر أو أنصار اتحاد العاصمة في المباريات الإفريقية. يعني هذا دليل أنه الفيفا وعطال وما حدث له، وعطال وما حدث له، يعني كل شيء. كل هذه الأمور بعين الاعتبار، ونبقى في الأمور الفنية، ونبقى في الأمور التكتيكية، وسننتقد الأداء وسننتقد الخيارات في المستطيل الأخضر. نتمنى ما تكونش مبرر. بارك الله فيك. لا ما تكونش مبرر. أيوة. باش نكونوا واقعيين. انا تحدثت عليها كاعلام لدق ناقوس الخطر لا قل ولا اكثر. بكل صراحه مراسلتنا، هل كان نظر على بوركينا فاسو؟ هل كان نظر على انغولا؟ هل كان نظر على موريتانيا؟ هل هي منتخبات بالفعل؟ على كل حال منتخبات كي تشوف من ناحيه الماضي تاع هذه الفرق ما عندهمش ماضي كبير في كرة القدم، ولكن مثلا ثاني مشاركة لها، ولكن عندهم لاعبين فرضيات، ونشوفوا في الأعوام الأخيرة أنه عامل المفاجأة يقدر يكون ويبدل لك مجريات المقابلة، يسجل لك في الدقائق الأولين تقدر تدخل في نرفزة وعدم التحكم في من الجانب البسيكولوجي وكل شيء، تقدر تهرب لك من يدك. ولكن الناخب الوطني وكل لاعبين كي تشوف عامل الخبره، لاعبين كفاغولي، كماندي، كسليماني، بن سبعيني، وحتى في دكه الاحتياط كاين لاعبين اللي عندهم خبره. انا اظن هذا عامل ايجابي، وانا عندي احساس بنشوف الفريق الوطني راح يربح ويزيد يمتعنا، ولكن لازم يسير المقابله، لانها تفوز بالمقابله وكي تسجل اكبر عدد من الاهداف تقدر تغير اللاعبين وتلعب كره نظيفه وتخمم على المقابله الجايه. انا نظن باللي اللاعبين راهم بارمي لي 20 ميور جوار دو كونتينون افريكان تاع القاره الافريقيه، واللاعبين راهم يلعبوا كاساسيين في فرق كبار، وهذا عمل ما يستهانش به. انا نظن سي كمال ما بقاش فريق ضعيف في افريقيا. الفرق الضعيفه كنت نقرا بالامس دي ستاتيستيك، كل الفرق عندها محترفين.
كل الفرق عندها محترفين، كاين اللي عنده 17، كاين اللي عنده 14، كاين اللي عنده 8، كاين اللي عنده 12. كل الفرق عندها محترفين. اذا انا نظن العوامل اللي تكلمت عليها ما ناخذوها بعين الاعتبار، ولكن لا تكون مبالغه. الى هنا اخوتي كتكون نهايه الفيديو. كيف مشوا معنا اخوتي، معروفين بهذا الشيء هما، فهمتيني. هذه خدمتهم هما. المغرب، الكولاسه، اللوبيا، القجاع صافي. هادشي اللي كيعرفوا هما. شي حاجه اخرى ما كاينه كاع. دابا باغي ديك اللعيبه الا وقعات شي حاجه تقساو يطيروا بكري، ولا راه القجاع هو السبب. ديما هما كيديروا احتماليات ديما باش يخليوك دابا انت هو السبب. هادشي اللي كنعرفوا عليهم. اي حاجه وقعات راه المغرب. الله يشافيهم والله يرد بهم. والله حتى كيونسونا قسما بالله. بعدا انا كيونسوني بهاد الفكاهه ديالهم وبهاد الحوار وبهاد اللغه ديالهم. كيدووا بيديهم بشلاقمهم كلهم كيتحركوا كاملين في الحوار ديالهم. هادشي اللي عطا الله. اشرف عقيل هما هادو. نفس السيناريو كيتكرر يعني كل عام. الناس خدامين وما يا المغرب الكولاسه، المغرب اللوبيا، المغرب. الله يرد بهم. هادشي اللي غادي نقولوا. كنتمنى اخوتي كل فيديو يكون عجبكم. وما تنساوش الخو دريا لايك الفيديو، وما تبخلوش علينا بلي لايك كيكونوا قلال شويه، وبارطاجيو معنا الفيديو باش يوصل كاع المغاربه. ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. يلا اخوتي تهلاو في ريوسكم. الله يعاونكم.